هو كان يجيك اجنبي تاخذه ولا؟ ناخذوا ما ناخذوش. شفيتولا ولا ما شفيتولاش؟ هذه هي اللي قتلهم. ناخذوا ناخذوا ناخذوا. عشان ياخذوا تحكي بجدك؟ كما سألتها صحفية وقتلها إذا جاك أجنبي يعني من واحد شخص من أوروبا وخطبك هل تتقبلين الزواج منه أو لا؟ قالت ناخذوا ناخذوا ناخذوا. بالفعل هاي يكتي خذات وتزوجت بواحد أجنبي. هذا هو المعنى الحقيقي لمقولة أقداركم تؤخذ من أفواهكم. قتلكم نديه وداته باش تديوا العبرة وتعرفوا وش تخرجوا من أفواهكم، لأنه الأقدار ستؤخذ من أفواهكم شئتم أم لم تشاءوا. عرفوا وش تهدروا، ديما تفائلوا بالخير، ديما قولوا الحاجة المليحة والشابة باش انتوما كذلك لما لا يكون لكم نصيب. أما هنا قبل ما نصل لنهاية الفيديو هيا باركوا لها تستاهل أنكم تباركوا لها، ما تكونوش غيارات وما تكونوش غيارين. تزوجت بالحلال سواء من أي بلاد، المهم أنها تزوجت بما يرضي الله ورسوله. لهذا أحبكم أنكم تحييوها، وأنا من هذا المنبر كذلك نوجه لها تحية. كل شيء مبروك يا عقوبة اللي ما زالوا إن شاء الله. أما هنا كان معكم أخوكم دندنو، السلام عليكم.